هاي يا جماعه، مين ايه؟ ربكم مليون الف خير، صباح الخير، مساء الخير، على حسب طريقه انتوا بتشوفوني فيه. الاول مره يشوفني هاي انصار مكان فايب توكس. من غير كلام كتير نخش على فكره الفيديو على طول. بصوا، من غير كلام كتير نخش على فكره الفيديو دلوقتي. انا وعدتكم ان هو لو في اي فرصه او اي حاجه ممكن تقدموا فيها هنزل لكم. فالفرصه جت دلوقتي. اكيد كلنا عارفين ان احنا كدوله فيها وزارات، ففي وزاره منهم وزاره الشباب والرياضه منزلين فورم لو عايزين تشتركوا معانا تبع اي واي. هو كيان المصريين الشباب. ماشي. دلوقتي هو بصوا هشرح لكم اكتر، لكن عايزه اوريكم الفورم بتاعنا. الكيسه معلش هي منهكه بس شويه عشان يعني بقالها كتير قوي، يعني بقالي من شهر 7 أو 8 واخداها. فدي هي. وعندنا فيها اسمه ايه ده، انا اللي هو الاي دي واسمي يعني وريتكم كل اسمي، وشها وظهرها. وبجد هي طويله قوي بجد، والصوره بجد اكبر من، يعني انتوا شايفين حجمها بالنسبه لايدي عامل ازاي. اي اي دي دلوقتي الصوره دي بتكون صغيره جدا، بلس ان هي فيها الوش وفيها بجد يعني كواليتي حلوه موت. بصوا، وكمان في بقى استنى، في بريسلت. وعندنا البريسلت اهي كويسة جدا. هي زي اللي هو مش عارفه اللي هي سيلكن تقريبا، فهي كده. ما تخافوش يعني، هو مش وان سايز، هي كده كده بتخش على كل الايدين، هي بتمط كده بس كده. وفي بقى الفيست كده هو سايزات، كذا سايز يعني. في I think كان في سمول وميديوم ولارج واكس لارج واكس اكس لارج. فيعني في سايزز اللي انتوا عايزينها، في اقدر اصلا عشان لو عايزين سايز اكبر. فاهو شعر الوزارة ده شكله من قدام، وده شكله من ورا. ماشي. فده كده ده سمول او ميديوم، مش فاكره بصراحه. يعني مش فاكره بصراحه انا جبت ايه، عشان انا كنت مش عاوزاه ان هو يكون I think ان ده ميديوم. مش عارفه يعني، انا كنت خايفه اجيب سايز كبير فان هو يكون اوفر سايز قوي. في نفس الوقت ما كنتش عايزه اجيب سايز صغير عشان انفع البسه في الشتاء، وفي نفس الوقت اكون مرتاحه وانا لابساه. فبس يعني فبصراحه ما اعرفش السايزات عامله ازاي، لكن هو I think يعني انا فاكره ان هو كالسايز اللي انا كنت جايباه منه وهو كان حلو. وفي اسمه ايه ده، في اللي هو الحته دي، في اللي هي كده بس. فكنت عايزه اقول لكم ايه تاني. بص، هو باختصار انتوا مش هتحتاجوا تعملوا حاجه غير ان انتوا عشان تقدموا ان انتوا تملوا الفورم. هحكي لكم قصه الاي واي معايا، انا معاهم بسرعه. اول حاجه أنا سجلت في الفورم عادي جدا. في يوم صاحبتي ورتني الفورم، سجلنا انا وهي، وبعدين اتقبل الفورم بتاعنا. دخلونا في جروب. اكيد في الفورم كان فيه رقمنا وحاجه كده، فدخلنا في جروب اسمه ايه ده. وبعدين بعد ما دخلنا في الجروب حددوا يومين او يومين للانترفيو. فهو حرفيا ما كانوش طالبين اي حاجه، هم قعدوا عادي جدا، قعدوا سالونا على في الانترفيو. لو عايزين اعمل لكم فيديو تاني الاسئله اللي انا اتسالت لي في الانترفيو قولوا لي. بس هم سالوني، قعدوا عملت الانترفيو عادي جدا. عملت الانترفيو، خلصت، روحت قعدت فتره. بعدين فتره طلعونا كلنا بره الجروب. فقلت اكيد يعني عادي، دخلت في حاجه اترفضت فيها. لكن بعديها لقيت اللي هو الهيد بتاع اي واي بعت لي اللي هو اللينك بتاع الجروب التاني ان انا اتقبلت. بس فكنت مبسوطه ودخلت مش عارفه ايه وكده. وبعدين في كذا سيشن، هما مش شديدين قوي معانا، بالعكس ان اللي هناك الناس اللي هناك فيري فريندلي جدا. بجد ما فيش اي حد اتعاملت معاه ما كانش فريندلي معايا. الناس حتى ان كالهيد او الفويس بتاعنا او هو اسمه ايه ده، والناس اللي بيشرحوا في العموم هم بجد ناس فريندلي جدا. كلنا زي تيم واحد، وبجد كلنا اكننا اخوات. بس فكان كده. بلس بقى ايه اقول لكم، بيدونا ان احنا نفتح لنا كورسات. يعني كان في مثلا سيف، كان فتح لي موضوع سيف. بحط ان انا في اي واي اي في السي في بتاعي، حطاه في السي في بتاعي، وبجد اتقبلت في كذا حاجه بسبب الموضوع ده. واكيد توفيق من ربنا. واسمه بجد فتح لي فرص كتيره. دي حاجه تانية غير ان هو بيديني كورسات. ان انا شخص في الفتره دي كلنا بندور على كورسات عشان نطور من السي في بتاعنا، نطور من نفسنا، نكسب نوليدج كتيره. فهو بجد الموضوع ده ساعدني. نكسبت بقى ان هما ده يعني بيعملونا كده. بلس ان هو اي حد عيد ميلاده او حاجه بيبعتوا صورتهم واسمهم على الجروب، كلنا بنقول لهم هابي بيرثداي. وبيكون بجد موضوع يعني بجد تحفه. غير ان هو اكيد في ليهم الرولز بتاعتهم ستريكت رولز، ان هو ما فيش اختلاط ما بين البنت والولد. لكن هو بجد سو فريندلي
يعني احنا كده كلنا كبنات او ولاد احنا تيم نتعامل مع بعض، لكن بحدود. و اسمه ايه ده، في كورسات يعني هم مش بس ان احنا يعني في كذا لجنه، في اتش ار، في بي ار، في سوشيال ميديا، وفي او ار. انا او ار. بس فيعني على حسب اللجنه اللي انتوا عايزينها اختاروها عادي جدا. بس ويعني شوفوا ايه الحاجه اللي مناسباكوا اكتر. وده حاجه بقى احكيها لكم. هتلاقوا في فيديو كنت كاتبه ان هو اخر يوم وانا عندي 16 سنه تقريبا، عامله فيديو حاجه كده. فهو هتلاقوني اليوم ده انا كنت رايحه، هتلاقوني حتى لابسه توب ابيض، عندنا دريس كود ابيض في اسود. ولو بنت محجبه فبتلبس طرحه زرقاء او بيضه، لسه عاملين فيها حته شويه كده. بس فيعني فبجد بلس ان هما ادونا ستيكرز. يعني انا عندي 2 ستيكرز، واحد ده في جراب موبايلي معلش بتصور بيه، وفي زي نوتس كده بيدوها لنا كل مره، وهي بجد مشجعه جدا. وبحب الحاجات دي بجد تكون سو كيوت. وفي ستيكر واحده حطها على الموبايل، واحده حطها على اللابتوب. ففي العموم مبسوطه بيه. بلس ان هما انا مش حاسه ان انا بينزلوني، فاهمين ان هم مش فكره مش بينزلوني، بينزلونا اكيد يعني، لكن مش بينزلونا ان هما كتير. هما بيراعوا ان احنا عندنا امتحانات، بيراعوا كمدرسه او ككليه، الناس حتى متخرجه. فان هو بجد مراعينا كلنا. فحسيت ان برضه الموضوع حلو يعني. قبل الامتحانات بتاعت نص السنه، امتحانات الشهر، بنبعت لهم الجدول وبيفهمونا، بيقدروا كل حاجه بجد. لو عندنا فرصه ان احنا نقدم في فورمال اكسكيوز عادي جدا بجد. معانا كل بنت او ار معاها واحده اتش ار بتتابع معاها. وكمان انت عادي جدا انتوا ممكن تكونوا ليدر. فيعني في فرص كتيره قوي فيها. فيعني قلت اقول لكم في العموم. يعني لو مش واخدين بالكم هسيب لكم الفورم، لينك الفورم بتاعت في الديسكربشن وفي اول كومنت لو اي حد عايز يقدم. بس يعني بجد هو بس يعني انا حرفيا احنا كل مره بنروح زي مكان مثلا في سنتر نور في شارع فؤاد، في في كذا مكان، في سنتر في عند نور الاسلام، في ابو قير، في مين تاني، في ياسمين بروجكت، في كذا مكان. يعني هما مش في مكان واحد. بلس ان انتوا مش هتحتاجوا ان انتوا تنزلوا كتير. بس يعني وفي نفس الوقت انتوا لو حابين حاجه كسوشيال ميديا، اتش ار، بي ار، بلس ان هي اصلا كفايه كل ده ان انتوا تحطوا ان انتوا تتابعوا وزاره الشباب والرياضه EYE، والشهاده بتاعتها هي بجد بتنفع. بلس بقى ان انتوا لو عايزين بقى تكملوا توصلوا للمنصب فانتوا هتوصلوا. بس فده كنت عايزه اقولها لك قبل ما اخلص الفيديو. اي حد عايز يخش EYE خش، هتلاقوا تحت اللينك في اول كومنت وفي الديسكربشن. ولو عايزين اي استفسارات اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا برد عليكم كلكم واحد واحد. عمركم ما هتلاقوا حد كتب لي كومنت وانا ما ردتش عليه، اتحداكم. بس يعني في العموم مهما اول ما بشوف الكومنت برد عليكم على طول. بس لو عندكم اي حاجه، اي اسئله تانية ممكن ما كنتش موضحه قوي، لكن اكتبوا لي تحت في الكومنتات هرد عليكم. I promise you بجد. بس وده كان فيديو بتاع النهارده، ان شاء الله يكون عجبكم. انا عارفه ان انا ما بعملش فيديوهات اخر فتره، يعني قعدت اقول لكم هنزل لكم حد وخميس بقى وتلات وكده، لكن يعني ما عرفتش انزل. لكن راعوني بحاول والله اخد انرجي قبل ما ابدا الترم التاني. بالنسبه مش عارفه انتوا عارفين ولا لا، لكن احنا تقريبا يعني ان شاء الله هنبدا يوم الاحد. مش قادره بصراحه، مش قادره يعني. كمان رمضان داخل علينا وانا اللي هو هعمل كده منكم. بس لكن يعني ان شاء الله يكون ترم خير وبدايه خير. وثقوا في نفسكم you can do it. هنخلص الترم ان شاء الله. بس وبعديها بقى هتشوفوا ان شاء الله لو ربنا اداني العمر تحضروا معايا بقى مرحلتي مع ثانوية عامة. بابا كل السنين كل سنة بجد مفيش حد ما كانش خايف من ثانوية عامة، محدش مش خايف من التجربة. هنقضيها مع بعض بقى ان شاء الله ونشوف هعمل ايه. بس لكن يعني مش عايزة اتكلم قوي انها حاجة معرفش انا هعيش لها ولا لأ، لكن يعني ان شاء الله انا عشت. فيعني استنوني. لكن بلس ان ما اظنش ان انا هعرف اصور قوي. ممكن اصور في البداية، لكن في بجد اول ما احس ان احنا دخلنا في النص مثلا او قبل النص ممكن اقلل. مش عارفه ساره ساعتها هكون بفكر ازاي. لكن بس يعني هنشوف، ونشوف البابا هيوصلني لايه. باي باي، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.